يقولون يا سيدة مريم يا أم الإله فمات، فأنتم على طواف تحسبونهم جميعا وهم شتى. خلنا أقرأ لكم شو يقول إسحاق مار إسحاق السرياني الذي دلس بحسب قول حسين. اسمع شو يقول في كتاب إخوتي اسمه ما هي نتائج الاتحاد، كتاب اسمه حتمية التجسد الإلهي للأستاذ حلمي والقمص يعقوب، في الباب 42 ما هي نتائج الاتحاد بين الطبيعتين. اسمعوا الكلام. يقول المؤلفان: والآن نضع السؤال صريحا وواضحا، هل نستطيع أن نقول أن الله مات على الصليب؟ ونترك الإجابة للقديس مار إسحاق السرياني ليعلمنا قائلا. نبدأ الكلام. سمعت الناس يتساءلون أمات الله أم لم يمت؟ يا للجهل، إن موته خلص الخليقة وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لم يمت. إن نسطور أوطاخي أقلق المسامع إذ أنكر الأول لاهوت ربنا قائلا إنه إنسان محض، فرد عليه الثاني منكرا ناسوته قائلا إنه لم يتخذ جسدا ناسوتيا. لذلك فإن مريم والدة الإله التي تجسد منها تعطي الويل لأوطاخي، كما أن العناصر التي اضطربت بالمصلوب تبصق على نسطور. والله الله أكبر. فلولا أنه إله كيف ظلمت الشمس وتشققت الصخور؟ ولو أنه إنسان فمن الذي احتمل السياط وبمن غرزت المسامير؟ حتى لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب بدون الله. الله أكبر. ولم يكن الله يتألم في الجلشفة بدون الجسد، فافتخار البيعة العظيم وربنا له لاهوت وناسوت، وليس في فرسوفين يعني طبيعتين مختلفتين، لا، فهو ابن واحد كامل من الآب ومن مريم، كامل بلاهوته وناسوته حتى يصل ويقول ماذا؟ يقول فافتخار الكنيسة هو إن الله مات على الصليب. اسمعوا، افتخار الكنيسة هو إن الله مات على الصليب. أعوذ بالله. تفضل حسين. اولا نسطور كتابه معروف اخوي، اقراه. بازار هيراقليدس اقراه، وهذا الكتاب معروف وذكر به لاهوت المسيح وانه سبب ليش اضطهدوه وليش صارت عنده مشاكل معاهم وليش شنو سبب الخلاف وياهم. هو خلاف. السلام عليكم. هاي شنو سلمت راح ستة. سلمت عليك. ايش فيك الوقت عدل الوقت مصدوم. طب لحظة يا حسين، مش انا عندك الوقت يا ابن الزهراء. سامعني يا ابني ابن الزهراء؟ حجي انا بشكرك. دكتور. وانا بشكرك واقبلك على رأسك وعلى جبينك انك عرفتنا بأبو ذر هذا العالم العلامة المحترم المؤدب. جزاك الله كل خير يا ابن الزهراء. انت قارك من زمان تصعد ابو ذر. طيب ايش حسين؟ والله العظيم ما عارف ولا كنت هسهرته، مش عارف. فانا بشكرك وبحييك. بس خلي يكملوا مناظرتهم. حجي ماشي، بس انا والله اقطع عليهم وعيد لحسين الوقت بدون مقاطعة. حياك الله، هنعيد لحسين الوقت. حياك الله يا ابو ذر. فانت بنبهني كده يا ابن الزهراء، نبهني على المحاورين الكبار دول. اجلد ابو ذر. اوكي. كتاب عيد الوقت اخوي محمد. هيردليقس هذا كتابه مشهور معروف وذكر بلاهوته. بالنسبه لمار افرام السرياني هو طعن به وانتقده، والكلام اللي قاله مو صحيح عن نسطور. هاي واحد، لانه كنيسه موجود بها نسطور ولم يحرموه، كنيسه المشرق الاشوريه، وتؤمن بلاهوت المسيح ونفس العقيده بالضبط الكاثوليكيه ونفس العقيده البروتستانتيه والارثوذكسيه. هذا ردا عليك. اولا الكلام اللي يجيبه مصادر من عندك، هاي واحد. ثانيا اخوان واخواتي، ذكر قال انه المسيح تجرب، هل اله يجرب ابليس؟ الشيطان ما عنده معرفه الغيب، راد يتاكد هل هو هذا اله لو بشر عادي. قال لك اذا نبي عادي وقع بالغلط، مثل ما وقع ادم وابراهيم ونوح وغيره بالاغلاط، وكل قصصهم تقراها كلهم غلطوا، الا المسيح ما وقع بالغلط، فانتصر على الشيطان لما جربه. لكن نبيك لما جرب الشيطان ألقى في أمنيته وخلاه يقول اللات والعزى تسجد عند الله، وهذا بتفسير القمي سورة الحج 52. قال ألقى الشيطان في أمنية النبي وجعله يسجد للأصنام ويقول إنها تشفع عند الله. ولما جاءه جبريل قال لم أقل لك بها، قال هذا الشيطان يقال له الأبيض ضحك علي وخدعني. والقمي والمجلسي أوردها في بحار الأنوار وقال لأن المتن يطعن في عصمة النبي وأخلاق النبي لازم نبعده. طيب شو تقول بالآية القرآنية؟ الآية القرآنية اللي قالت شنو؟ قالت أنه ماذا؟ ألقى الشيطان في أمنية نبيه رسوله.
ألقى في أمنية الشيطان، يعني الشيطان كان يوحي له، فما ما قدر يصمد أمام الشيطان بل انتصر عليه، بينما المسيح انتصر على الشيطان. هاي النقطة الأولى. ثم طلع موضوع قال الكاثوليك يعبدون مريم، كم للصلاة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة، فهي تصلي لك كمؤمنة كشفيعة مثل ما أي مؤمن يصلي لك اليوم. مو معناها نعبده، الإله الواحد اللي هو يستجيب الصلوات فقط الإله. ومريم العذراء مكتوب صلي لأجلنا، ليش؟ لأنها هي إنسانة، عرفت؟ فدلس، لا تدلس على الناس وتقطع النص. كنا والدة الله، يعني والدة الله المتجسد بالأرض، فليش تقطع النص؟ هاي واحد. ثم أنت تقول ما عندنا مشكلة لأن اللات والعزى ما عندنا نص بيها. إذا أنت ما عندك مشكلة بالأوثان تعبد أوثان عادي. إذا أنت ما عندك مبدأ ومقياس أنه الأوثان حرام، قلت عادي، لأن مثل ما قال تعرف في الشخصية المحمدية كتاب معروف عبد الغني الرصافي، قال المسلمين شالوا اللات والعزى ووضعوا مكانهم أبو بكر وعلي وعمر والحسين وفاطمة وعائش. قال شالوا هبل واللات حطوا مكانهم وعبدوهم، فقط تغيير اسماء فقط. كانت أصنام حجرية سووها أصنام بشرية، في كتاب الشخصية المحمدية الشاعر المعروف العراقي معروف عبد الغني الرصافي. كلامك أنت الآن أكدت كلامه بالضبط لما قلت ما عندنا دليل عليه. إذا أنت رجل وثني تعبد الحجر، فلا تدعون أنكم ماذا؟ أنكم تتحدثون عن هذا. ثم قال الإمام علي، بس لحظة طيل، خلص الوقت. تفضل أبو بكر. أولا إخوتي الأعزاء، في سفر إرمياه الأصحاح 4 الآية 10 فقلت يا سيد الرب حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس وهو جاك السيف ذو الفقار. أولا أتحداه أمام كل الناس، كذب ودلس واتهمني أنا. أول شيء أنا قرأت من كتب المكتبة القبطية الأرثوذكسية، واضح؟ والكتاب اسمه كتاب حتمية التجسد الإلهي وكتبه نصارى أرثوذكس، واضح؟ واحدة. اثنين، قال المصادر من عندي، يكذب. كذلك قال وقعوا الأنبياء بالغلط. عندنا في البحار باب كامل في باب عصمة الأنبياء وأنكم لا تفهمون القرآن. أنتم لا، هذا القرآن نزل بإياك يعني واسمع يا جارة، فالخطاب للأنبياء والمعني بالأمة أممهم. كذلك ألقى في أمنيته في سورة الحج 52، هذا اختصاصي وهذا ما أشكل به على المخالفين السنة. هذا التفسير في علي بن إبراهيم القمي قالت العامة، والعلامة المجلسي ينقل قول العامة وينقضه. أما في رواياتنا الذي هذا لا يخطئ النبي في التلاوة، إنما تمنى أمنية أن يكون معه علي على الطعام فدخل أبو بكر وعمر وعثمان ليفسد أمنية النبي الشيطان، ولكن الله حقق أمنية النبي ودخل علي. وتجده في الرواية الأولى، ولكنك تجهل كتبنا. ارجع لتفسير البرهان واقطع مايكك، ارجع لتفسير البرهان، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام والأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، وآخر الباب تجد رواية رقم 29 عن الإمام علي عليه السلام في الاحتجاج. فهذا كله في تفسير البرهان. أنت تكذب على الناس، أتحداه وإلا لن أكمل معه الحوار إلا أن يخرج أن الشيعة وأئمة الشيعة قالوا أن النبي أخطأ في القرآن، وإلا هو أكبر كذاب. واحدة، هذا مستحيل لن تجده عند الشيعة. إنما نقل أقوال المخالفين لا يعني. شوف إخوتي، أنا لما أتكلم هو شوف ما يقطع مايكو، أنا لما هو كان يتكلم أنا قطعت مايكي. شوف الخبز، اقطع مايكك يرجع الصوت، اقطع مايكك خلوك من مداخلتي، اقطع مايكك. إخوتي اكتموه، ما يصير هكذا. وقتي هذا رجعوه لي، اقطع مايكك حسين العراقي، اقطع مايكك، رجعوا لي وقتي إخوتي، رجعوا لي وقتي. ما كنت افهمك شيء. كذلك قال مريم العذراء والدة الإله. يعني أنت تعتقد بدين رب أنجبته أمه، يعني بالله عليك. لذلك قال علماءك والنصارى قالوا أنه الدين المسيحي، الإيمان المسيحي عدو للعقل، ولا يمكن أن تحس بنعمة الروح القدس إلا إذا أنكرت عقلك. نحن نقول العقل مدار التكليف، فأنت بلا عقل. كذلك قال تعبد أوثان. أنا قلت لك التوسل بوسائل شرعية. أنا لا أعبد محمدا ولا عليا ولا فاطمة، هم مربوبون مخلوقون لله، أنا لا أعبدهم. افهم، أنت ما تفرق بين التوسل والعبادة. التوسل بأصنام هذا باطل، الله أبطله، هذا توسل المشركين والكفار. من توسل إلى الله بوسائل شرعية فهو موحد، ومن توسل إلى الله بوسائل غير شرعية فهو مشرك وكافر. أنت تجهل دينك. كذلك قال بالنقل، قال نبيك نقل
لحظة، لا وقتي ما هو قاطعني يعني فتح مايكو آخر طيب جملة. فتح مايكي بس ما قال قطع إيه؟ هو ما بس خليني اقول لك لحظه من باب الانسانيه مرات ما من باب الانسانيه مرات ما يشوف المايك ما يقدر يسده بس ما حكى الرجل. اوكي. نعم. ايضا قال نبيكم لحظة آخر جملة. قال نبيكم لحظة أنا ما يخلينا علي محمد أحكي آخر جملة، أنت أيضا ما تحكي. لحظة، انتهى وقتي محمد لا لا ما انتهى وقتك انتهى وقتك حبيبي. حسن اللي يرد على إشكالي في اللاهوت والناسوت. اي محمد هذا الشيء ما يصير محمد. ما شنو غير راح يكتب الرجل انت حاجات يكتب شنو آخر كلمة شنو ليش أنا من لك آخر كلمة ما تخليني؟ ابد والله ما يتكلم تفضل. شكرا أخوي. أولا ردا على كلامي قال والدة الله، وضحت لك والدة الله المتجسد، هاي واحد. ثانيا قال شو اسمه وإذا تبي شاكر على ربوبية المسيح فهو بنص قرآنك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني الله والمسيح لازم هم اللي يكونون الأرباب بنص القرآن التوبة 31. هاي واحد. قال العلامة المجلسي رد عليها لما نقل أقوال السنة. تعرف شيء رد العلامة المجلسي؟ قال وإن صح سندها فإنا نبطل متنها لأنها تطعن بالنبي. يعني هو ينكر الحدث التاريخي فقط لأنه يقدس محمد. يعني هم يجيك بعثي يقول لك صدام لأن حب صدام أنا أنزهه إنه سوى غلط. هاي مو مقياس علمي، هاي مو أنت تؤمن به بس أكو غيرك ما يؤمن به، أكو غيرك ينقل الحدث التاريخي هل صار لو ما صار. يجيك واحد يقول لك لأني أحب صدام ما طق لك راد كيميائي، لأني أحبه لأن صدام عندي مقدس فما أقدر. راح ينحضر البث. لا تقاطع راح ينحضر. اوكي راح اتجاوز الموضوع. استاذي وقتي شو قاموا يخافون وش بيكم؟ محمد نزل برايش لين يقاطع. لا قاطع لا برايش رجاء نختم كمل لا ما عاد الوقت ما قاطعك حسين قال لك يعني انت الصاعد غير يقاطعوني. لا ما يقاطعك ابد. عيد الوقت احنا متفقين مقاطعات. حضرك لا يحضرني قاطع يحسب لي انت موقف يعني عفوا حضور يابا حسين بدون بواسيس تحكي انت كسكت لا ينحضر محمد برايش خلي المحاور برايش نزله محمد. اوكي نزله اخوي لا يخرب لا يكتم تفضل ابو علي تفضل حسون. هاي اولا. ثانيا ذكر قال هذا طعن به من ناحيه شنو؟ فقط لانه يقدس محمد مثل ما البعث يقدس صدام. فهاي مالها مو مقياس علمي يا اخوي. المقياس العلمي عندك آية قرآنية تقول الشيطان كان يلقي في أمنية الرسول. شو ألقى بأمنيته؟ ألقى بأمنيته أنه يعبد اللات والعزى وسواها. والسيد الطباطبائي قالها في جزء 20 صفحة 81 في تفسير الميزان. قال إن أمره الله أن يعتزل عبادة الأصنام ويجتنب المستقذر من الأخلاق والأفعال الشنيعة والذميمة وشنو؟ قال وهذا كله كان يسويه محمد. وين العصمة العد؟ هذا الطباطبائي أتحداك افتح النص وطلعه. قال لك وهو أمر بترك عبادة الأصنام للنبي. طلع أتحداك كان يعبد الأصنام. قلت لي أتحداك تجيب لي من الشيعة قالوا النبي يعبد الأصنام. هذا كلام من؟ هذا كلام الطباطبائي. افتحه واقرأ. هاي واحد. زين. قال الإمام علي قال إنه هذا الكنيسة عبد بها الله فمعناها شنو؟ معناها هاي قبل لا تحرف يا رجل. مجمع نيقيا اللي تتهم تقول به تحريف 325. الإمام علي في 700 سنة 700 يعني من أشر على الكنيسة قال هنا عبد الله. أنا ورا مجمع نيقيا الإمام علي يعترف إنه الكنيسة كانت تعبد الله. فليش تكذب؟ يعني حتى بهاي تجاهل. لا تاريخ تعرف لا علم تعرف لا شيء تعرف. هاي واحد. ثم قال التوسل والتشفع. قال الأنبياء غلطوا إبراهيم وآدم عصى آدم ربه فغوى. بنص القرآن عندك كالشجرة وبنى سوءتهم. خلص الوقت حسين. لا بربك نص القرآن الأنبياء غلطوا. حسين موسى قال كنتم من الظالمين. موسى قال كنتم من الظالمين. يلا ارتاح زين وانطيتك تقريبا 20 ثانية لين قاطعوك. خاف تقول محمد ما اعطاني وقت. اعطيتك 20 لين قاطعوك. تفضل اخوي ابو ذر. بارك الله فيكم. أولا كذب على الله ورسوله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا طعن فيك. يعني الله هنا يشكل على هؤلاء الأحبار
فيهم من اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، كما قال السيد المسيح: وإن الحياة الأبدية أن يؤمنوا بك أنت الإله الحقيقي وحدك وبيسوع الذي أرسلته. يعني هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. هذه واحدة، لا تفسر القرآن من كيسك. العلامة الطباطبائي أتحداه يفتح الكتاب تفسير الطباطبائي، والعلامة الطباطبائي يقول لك إنه النبي عبد الأصنام. هذا كذب منك، كي جاي يعلق على المخالفين. يا ناس ارجعوا رواية أهل البيت. يكذب على الناس. أتحداه وستبقى فضيحة لك، وسأعمل على اليوتيوب مقطع كامل سأقرأ كل تفسير الطباطبائي لأبين كذبك، لأن الوقت لا يسمح الآن. كذلك إخوتي الأعزاء تكلم يشكل بسورة الحج. ارجعوا لتفسير البرهان، ارجعوا لتفسير علي بن إبراهيم القمي، يقول: قالت العامة يعني المخالفون، ثم وقالت الخاصة عن الصادق عليه السلام، وبعدين يذكر الروايات. إخوتي الأعزاء، بالنسبة للنقل، هذا نفس الاتهام الذي اتهم به اليهود السيد المسيح، واليهود يتهمون النصارى، يقولون لهم: إن يسوع ربكم سرق من العهد القديم، استنسخ نفس كتبنا وأعادها بصيغته. نفس التهمة يتهم بها النصارى أن الإسلام. أقول لكم أن هذه العلوم الربانية كلها من مشكاة واحدة، لا يعني بالضرورة أنه واحد نسخ على آخر. لماذا القرآن لم ينقل أخطاء العهد القديم العلمية والتاريخية وغيرها من الأخطاء؟ يعني مثلا أن ربي عز وجل لما ذكر قصة يوسف ذكر الملك. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمن حاكم مصر كانوا عائلة غريبة على أهل مصر، ليسوا من مصر، فلا يطلق عليهم فراعنة. فرعون هو لقب خاص بمن هو من مصر إذا حكم مصر. ولذلك الله لما ذكر قصة يوسف قال: وقال الملك ليوسف. ويوسف عاش 1650 سنة قبل السيد المسيح، بينما موسى عاش 1350، أو السيد يوسف 1600 ونبي الله موسى 1350. وعندها تغيرت العائلة الحاكمة، ويصح قولنا على حاكم مصر فرعون. لماذا القرآن لم ينقل أخطاء؟ يعني إذا استنسخ النبي على زعمك وكذبك أنه استنسخ من العهد القديم والجديد، فلماذا لم ينقل أخطاء كتابك والتي يعترف بها علمائك؟ سبحان الله. هذه واحدة. اثنين إخوتي الأعزاء، أنا أختصر عليكم. شوف ماذا يقول علماؤهم في كتاب التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس العهد الجديد. 1 ألف الإنجيل كما دونه متى، من 1 ل 13. هذا من كتبه نقله من اللغات الأصلية الأستاذ الآب الدكتور ميشيل نجم بالاشتراك مع فريق من الناقدين والمحررين. فقط آخر مصدر. اسمع في الصفحة 54. صفحة 54 طلعت المصدر يا أخي. أعطي مصدر علمي، مصدر يعني هذا الحوارات. كل المصدر الوقت انتهى اخوي، المصدر مداخلتك الجاي. حسنا يقول ان نسب الرب فيه زلات. تفضل يلا الوقت انتهى. افتح تفسير الطباطبائي واقرا. اذا محمد يخليني انا هم اكمل مداخلاتي هيك يخليك اود من يخلي. لا ما ممنوع. لا محاكاة حسين. نبهت شو سوى حد سيف؟ نبهت الرجل وسكت. شكرا. اولا اذا طلعت الرجسة فهجر امام العالم هي تفسير ناقلا من المخالفين، او انه قال هذا كلام المخالفين الطباطبائي، هسه ارجع للاسلام. ارجع للاسلام الان على ايدك بالبث المباشر. طري الكاميرا محمد، طري الكاميرا. هذا كلام كبرني، هذا كلام العلامة الطباطبائي. نقرأ النص يا شباب. هذا تفسير الميزان. بدأ بقوله تعالى، لاحظ، قال: وفي معنى ما تقدم، وقيل المراد بتطهير الثياب بالخلق والأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة، وفي معنى ما تقدم من الوجوه. وأرجح قال: وقوله تعالى. هنا بدأ يفسر. شوف، وقوله تعالى: والرجس فهجر. قيل الرجس بضم الراء وكسرها العذاب، يعني اهجر العذاب، يعني النبي كان يعذب الناس. والمراد بهجره هجر سببه وهو الإثم. شوف شنو سبب الرجس. لاحظ الخطاب للنبي. شو سبب الرجس؟ وهو الإثم والمعصية. الله 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 الله. المعصية. والمعنى اهجر الإثم والمعصية. شنو؟ وقيل الرجس بضم الراء فقبيح، كل قبيح مستقذر. الله الله الله. من الأفعال والأخلاق. فالأمر بهجره أمر بترك كل ما يكرهه الله
ولا يرتضيه مطلقا، أو أمر بترك خصوص الأخلاق الرذيلة الله 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 الذميمة، على تقديره أن يكون المراد بتطهير ثيب ترك الذنوب والمعاصي. وقيل الرجس هو الصنم، فهو أمر بترك عبادة الأصنام. نروح للصفحة اللي وراها. الله 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 الله، هاي 81. نروح ل 82. شوف 82 شو يقول. هاي 82 لاحظ شو يقول عشان تتأكد من كلامي. قلت لك ارجع للإسلام. قوله تعالى وشنو؟ ولا تمنن تستكثر. طب بآية جديدة. ليش كذا بتقول كلام السنة ده ينقله؟ يعني أخلاق النبي هيك كانت أخوي. ركز ايش دا يتهم الطبع ايش دا يقول على النبي محمد؟ قال هو النبي عذب الناس، والنبي يسوي إثم ومعصية. وش يقول عن النبي؟ يقول النبي قبيح وقذر، ويقول أفعاله وأخلاقه قذرة. هذا الطبطبائي. تعال هذا تفسير الميزان. انا ادخل المسيحيه. تعال ليش قاطع؟ شكو اخوي. تعال هذا تفسير الميزان. تعال طلع هذا تفسير الميزان. تعال سأفضحه. انا عندي تفسير الميزان سأفضحه. محمد اتركه. رايش شنو؟ عيب عليكم. عيب ضربة قاضية. اعرفك كريم ضربة قاضية كسرت ظهرهم بدأوا يقاطعون. هذا ارجع هذا شخصا عامل يصير الحوار سلسي بدون شخصا. تفضل. وقتي لا تقاطعوني. هذا وقيل شوف قبيح ومستقذر والله يكرهه ولا يرضي الله مطلقا، ما رضى عليه والله يكرهه، ويعمل افعال واخلاق سيئه وذميمه، ويعمل المعصيه والاثم ويعبد الاصنام. هاي كلها كان يسويه محمد باعتراف الشيعه. هاي وين؟ المكتبة الشيعية. تريد نتبع هذا واترك المسيح المقدس بنص قرآنك. تعرف ايش قال عليه؟ غلاما زكيا، أي لم يكن فيه عيب. لك المسيح ما بيه عيب. الله أكبر. تفضل. الله أكبر. الله سينصرنا بكذبكم. إخوتي كل المستمعين، ارجعوا كل واحد فيكم افتحوا تفسير البرهان، مو تفسير البرهان، تفسير الميزان للطباطبائي. أولا ماذا يبدأ؟ بيان تتضمن الصورة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإنذار في سياق يلوح منه كونه من أوامر البعثة. يعني ماذا؟ يعني هو لو كان يفتهم الخطاب مو للنبي. الإمام الصادق عليه السلام يقول أن النبي لم يكن مذنبا، لم يكن عنده معصية. الأنبياء وأباؤهم كلهم من نسب طاهر وكلهم من عباد الله، ليس فيهم شرك. لم يدنسهم شرك الجاهلية. افتهمت؟ يعني هذا الخطاب نزل به إياك يعني واسمع يا جارة كما قال آمتنا، يعني خطاب للأمة. لما يقول الله عز وجل مثلا وإن أشركت ليحبطن عملك، مو نبينا، الخطاب للأمة، المخاطب النبي والمعني بالخطاب الأمة. أنت متى تفتهموا؟ هذا كذب. ارجعوا كلكم لتفسير الطباطبائي. أيضا غير الآية، انتقل من سورة المدثر، وأنا أتكلم في سورة الحج 52، قال أن الشيطان تلا على نبيك آيات. يكذب. أنا أطلب من كل الناس لأن الوقت لن يسعني، لازم أشكل عليه. ارجعوا لتفسير الميزان وارجعوا لتفسير البرهان في سورة المدثر 5 وفي سورة الحج 52. ارجعوا واقروا أنتم أنفسكم. هذا يكذب على الشيعة. والله هذا لا يوجد هذا القول أن نبينا كان على الشرك. هذا القول قاله الضحاك في تفسير الطبري في قوله تعالى ورفعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. نبينا ماذا قال إمامنا الصادق عليه السلام؟ قال أن الله قال لما قال يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال وما كان للنبي ذنب، وإنما يعني به ذنوب شيعته، ذنوب المسلمين. يا ناس يكذب عين عينك. عندنا باب كامل في البحار، باب إثبات عصمة الأنبياء وتأويل ما يوهم بالخطأ والسهو والنسيان عليهم. عجيب. يعني بالقوة تريد أقتنع يعني أعتقد بشيء أنت تفتريه؟ لا. واحدة. اثنين، إخوتي الأعزاء، شوفوا رب النصارى ماذا يقول في كتبهم، ماذا يقولون عن السيد المسيح. اسمعوا في كتاب التفسير المسيحي القديم في 1 الإنجيل كما دونه هاو علماء يقولون لقد اتخذ المسيح لنفسه دم العلاقة بالطبيعة الزانية لكي يطهرها، ومن غير تعليل وضعت رحاب الزانية في نسب الرب الله تماما كما وضعت زراح التي تمثل اليهود تحت الشريعة. يعني أنت ربك ابن زانيات، جيت تدعوني لأعبد هذا الرب؟ تكذب على الناس.
تتهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بما في ربك ودينك. أتحدى كل النصارى أن يأتوا برواية عن المعصومين أنهم قالوا النبي كان عنده ذنب. معصوم لا يسهو ولا يخطئ ولا يذنب. إنك لعلى خلق عظيم. فالخطاب للأمة ارجعوا كلكم لتفسير الميزان. بس طيب. خلي يرجع للتوحيد. هو ذار شو من التوحيد. طين الكاميرا كبرني محمد، كبرني. هذا تفسير الميزان. قلت لك ارجع شيعي والله، اذا الناس مو يقصد به الشيعة، والله ارجع شيعي. طين الكاميرا. كبرني محمد قبل لا تبدا الوقت. كبرني محمد، ارجع اعرض النص. كبرني محمد. هذا النص اخوان اعيد الوقت. قال وكيف كان، فالمتيقن ان السوره يعني المدثر من اوائل ما نزل على النبي. وبعد شنو؟ هو احنا حورنا التوحيد. يعني اذا نبي الاسلام يعبد اصنام، معنى هذا مو توحيد دينكم. انا ما طالع عن الموضوع اخوي، يمكن انت ما فاهم النقطه. والايات السبع التي نقلناها الاولى تتضمن الامر بالانذار وسائر الخصال التي تلزمه مما اوصاه الله به. شفت الخطاب المن موجه؟ وقوله تعالى يا ايها المدثر بتجديد الدال والثاء، اصله المدثر اسم فاعل الى اخره. فالثياب والمعنى يا ايها المتغطي، والثياب للنوم. خطاب، ركز المعنى، الخطاب كان للنبي صلى الله عليه واله. بوم. شفت والرجس ثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. شفت الخطاب المن؟ ليش تكذب على الناس؟ هذا تفسير الميزان للطباطبائي، رجعت وياك الجزء 20 صفحه 79. شفت الخطاب المن كان موجه؟ مكتوب كان الخطاب موجه المن للنبي. قال ما يخطئون الانبياء، عصى ادم ربه فغوى، ظنون اذ ظن ان ذهب مغاضبا ظن لن نقدر عليه. بشرفك اكو نبي يظن الله ما يقدر له، هو هذا عقل منطق. موسى قال كنت من الظالمين. داود قال ظننا انا فتناه فغفرنا له ذلك. باعتراف قرآنك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ذنب مين؟ محمد. يقول لي قال الإمام الصادق. الإمام الصادق جاء بينه وبين محمد 100 سنة. بينه وبين محمد 100 سنة الإمام الصادق. ثم أنت عندك، ومن علامات الوثنية الكبرى في باب كامل بالكافي وبالبحار اسمه باب إن الجن خدامهم عليهم السلام، والجن يصير خادم عند الساحر. فكتبكم تتهم آل علي بأنهم كانوا سحرة، والقرآن قال ساحر كذاب ما تتبعون إلا ساحر كذاب. هذا باعترافكم. والدليل أنتم قلتوا النبي كان يستخدم العظام يعطيها للجن، والساحر يستخدم العظام. قلت النبي كان ياكل وما يغسل، وكان يقضي حاجته يمسح بحجر وما يغسل بمي، وهذه أفعال الساحر. قلت النبي كان يتوضأ من بئر بضاعة، بئر ترمى فيه الجيف والزبالة ودم الحيض، يتوضأ من بئر نجس. ليش يبقى على نجاسة؟ لحاجة أن يتم السحر. صح لو لا؟ قلت النبي زوج عائشة عمرها 10 سنين طفلة. قلت النبي كان يمزب بالحسين، وهاي بالكافي. على والدي نوديك يا ابن شوف كتبك حسين اخوي. هاي النص غلط. حسين اذا بلشت لا حسين والله طلع الحديث، والله طلع الحديث، والله طلع. زين ها مو اخسي وطلع الحديث بالكافي. اسمعني يا ابن العاهر، انت جيت تذكر روايات مخالفين، يعني تشكل على الشيعة. والله عجيب. والله عجيب. من عاهرة غيرك انت لا تشتم. والله يا اخوتي يكذب على الشيعة هذا. شوف الحقير. انا شيعي مو مخالف، ليش تشكل علي برواية المخالفين؟ ليش مو عيب عليك؟ يعني انت لو كنت رجل تشكل علي بكلام ائمتي اخوتي ساقرا لكم الفضيحة الكبرى له. انظروا، قال مثلا من بعض الآيات يأتون بها، قال أن نبي الله يونس ظن أن الله لا يقدر عليه، لو اعتقد يونس أن الله لا يقدر عليه لا كفر. شوف شو يقول الإمام الرضا يوضح الآية. هذا إنسان جاهل. إخوتي الأعزاء، شوفوا ما أجمل كلام المعصومين أمام كذب النصارى. أنا عارف سأبقى أدافع الآن. ليش؟ لأنه لن يستطيع الرد على إشكالاتي. قصفت دينه وبينت أن الديانة النصرانية جوفاء. شوف ماذا يقول الكتاب المسيحي، يعني التفسير المسيحي. شوف يقول. اسمعوا إخوتي الأعزاء لهذا الكلام. انظروا في كتاب التفسير المسيحي التطبيقي. اسمعوا ماذا يقول. اسمعوا جيدا. يقول التفسير المسيحي التطبيقي، يقول تعليم كاذب مضلل. هذا النصراني يكذب على دينه.
تعليم كاذب لحظة، مضلل يقول وقت اي لحظه مخلص، خلينا ليش نكمل هذه تعال وقت المعلومه، مخلص. لحظه كمل هذه المعلومه. ابو ذر واقف. ابو وقتي ما خلص، ليش ذر تنزلوني اصلا؟ اسمع ابو ذر، أي. اسمع حسين قبل لا نبدا الحوار. ابو ذر اكتب قبل لا نبدا الحوار قلت لك انت بث مسلمين محمد انا ما نقلت حسين اليسوعي مصك السم بالكتاب المقدس. الشيعة كتب الشيعة اليسوعي مصك السم بالكتاب المقدس. انا على ابوك لابو حتى ربك هذا المقدس.